سلام سلام. اليوم راح نقدم معكم كسرة شحمة على طريقة السوفية، طريقة الكسوف. عندنا كيلتين سميد مع كيلتين ماء وشوية ملح، نكسيوهم. هذه الطريقة باه نسهلوا علينا العجن، باه منعجنوهاش مليح. نديروا نص باكي خميرة الحلوى وملعقتين خل. نضيف لهم الفرينة حتى تتلم، حوالي 3 كيسان فرينة. نحاولوا نخلوا العجينة متماسكة، منخلوهاش طرية، يعني تكون شادة روحها. كيما راك تشوفوا معايا نعجنها حوالي دقيقتين، نخليها تريح. ندهنها بالزيت ونخليها تريح حوالي نص ساعة او ساعة هكذاك. نحضروا الحشو. عندنا بصل مقطع يكون رقيق، وفلفل مقطع رقيق، وشحمة تكون حتى هي مقطع رقيق، وملعقة طماطم مصبرة. التوابل عندنا كمون وراس الحانوت وزعفران فلفل اسود، ملعقة ثوم. نخلطوهم مليح وخلوهم على جنب. عندنا هذه نديروا نطبقوا بها العجين، نحلوا بها، يعني نقصد يعني نحلوا بها العجين. كما راك تشوفوا معايا ناخذ الكرة الاولى، نحلها، ندير لها حوالي 3 ملاعق و 4 ملاعق من الحشو، ونلمدها. نحاول نسكرها مليح باه متفتحليش، ونخليها ترتاح. نزيد نحلهم كامل حتى نكمل الكمية اللي عندي. بنفس الطريقة نكمل الخبزات كامل. هكذا كما تشوفوا سكروها مليح وخلوها ترتاح، ومن بعد نبدو بالاولى. نحطوا مقله نخلوها تسخن مليح، ونحلو بشوي، ونديروا من هذاك الخليط اللي درناه من شحمه وزيت وطماطم. نحكمهم شويه منه، ونبدو نحلو به ونحطوه يطيب، ونزيدو نديروا لها من الفوق، ونحاول نسقموها كامل. نحركوها هكذا ومن بعد نقلبوها، نزيدو نطيبوها من الطرف الثاني. جربوها، يعني تجي روعه وسهله كما تشوفوا معايا، ما تاخذش وقت. ان شاء الله تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو متنسوش ديروا لايك. سلام.